عاوز يحبط خطة وجود عمر سليمان في السباق الرئاسي، لان مجرد وجوده على اللائحة اهانة. وانا اثق انه لو ان فيه انتخابات نزيهة نصيب عمر سليمان لن يكون افضل من نصيب بلدياته عبد الرحيم الغول الذي سقط بالضربة القاضية في انتخابات البرلمان. لكن وجود المادة 28 في الاعلان الدستوري هي مادة تزوير الانتخابات الرئاسية، وهي كلمة السر في محاولة المجلس العسكري واسرائيل من وراءه وامامه وامريكا من فوقهما ان يفرضوا عمر سليمان رئيسا. وبقول ببساطة الواجب علينا دلوقتي عشان ما يقدرش وعشان ما نتكلمش عن اعدام عمر سليمان، اقصد الاعدام المعنوي وتقديمه لمحاكمة تذهب به الى السجن او حتى الى الاعدام القضائي، عشان ما ننتظرش لازم نتحرك من دلوقتي. نعمل ايه؟ احنا مجتمعين الان في ميدان التحرير، وهناك تجمع اخر يوم الجمعة 20 ابريل. انا ادعو الكل بصرف النظر عن من الذي دعا الى الجمعة ان يتواجد هنا في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، وان نخرج ادعو الكل ان نخرج بمسيرة من ميدان التحرير الى حيث مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، لجنة فاروق سلطان، ولا نغادر الا بعد ان يجري شط اسم عمر سليمان. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الهدف. الطريق الوحيد لتحقيق الهدف ان نثق بان صوت يعلو على صوت الميدان، وان ننطلق من الميدان بقوة الناس السلمية لكي نحطم هذا الكذب والتدليس ولكي نمنعه وننهيه الى الابد. شكرا.